محمد الشرقي الخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك سيدي من الرباط، وأبدأ معك من الرباط. يعني 18 عاما بعد تولي الملك محمد السادس الحكم في المملكة المغربية، بدأت ربما تتضح ملامح سياسة اقتصادية تهدف إلى جعل المغرب في منزلة الاقتصادات الصاعدة. ما هو تشخيص الوضع الاقتصادي في المملكة بعد 18 عاما من حكم محمد السادس؟ أعتقد ويعتقد يعني المراقبون ومؤسسات يعني المال الدولية أن الملك محمد السادس حقق يعني في 18 سنة من حكمه نهضة اقتصادية واجتماعية وعمرانية ويعني توسع في كافة المجالات، يعني في الحريات في الممارسات المختلفة. على المستوى الاقتصادي يمكن القول أن النمو الاقتصادي كان يعني من أعلى معدلات النمو المحققة على المستوى العربي. بالنسبة للناتج الإجمالي يمكن القول أيضا أن الناتج الإجمالي المغربي تضاعف 3 مرات يعني في 18 سنة من حكم الملك محمد السادس، والمغرب اليوم يعد يعني من الدول يعني الصاعدة في مجالات عدة. وبالتالي المغرب امتلك ريادة مثلا في صناعة السيارات، امتلك ريادة في مجال المال والمصارف في إفريقيا. المغرب اليوم يتوفر على أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط يعني في مجال التجارة وإعادة التوزيع. المغرب يتوفر على شبكة كبيرة ومتطورة من الطرق السريعة ومن القطارات، سيدخل القطار السريع الخدمة العام المقبل. المغرب أيضا له يعني موانئ في طور التكوين والتحديث والتطوير، ميناء عسفي وأيضا ميناء كبير في الداخلة متجه إلى ربط يعني شمال إفريقيا بإفريقيا يعني الغربية وأيضا بجنوب إفريقيا. المغرب له يعني اليوم سمعة طيبة ومكانة محترمة ومرموقة على المستوى العالمي. طبعا على المستوى يعني التشخيص النمو بالمغرب، يمكن القول أن النمو بالمغرب رغم أنه كان يعني يفوق 4% في المتوسط، لكنه كان يخضع من حين لآخر لتأثيرات إما مناخية أو تداعيات إقليمية، مثلا تداعيات الربيع العربي وما حدث في تونس وفي ليبيا ومصر ودول أخرى في الشرق الأوسط، وأيضا تأثيرات إقليمية أخرى مثلا عندما كانت الأزمة عند الجيران في الاتحاد الأوروبي تضرر المغرب مثلا من الاستثمارات ومن التدفقات المالية ومن السياحة. لكن إجمالا اليوم يبدو أن الوضع بالنسبة للمغرب على المستوى الإقليمي والمناخي والدولي وضع جيد. لذلك المغرب يتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي هذا العام نسبة نمو تزيد عن 4.8%، أو ربما هي تكون أعلى نسبة يعني نمو وتصل إلى المعدلات المعتمدة اليوم في الدول الصناعية. المغرب يعني اليوم يعني طبعا في يعني نقول لمسات الأخيرة من استكمال يعني إنجاز البنى التحتية والمشاريع المهيكلة التي كان أطلقها الملك محمد السادس يعني قبل 10 سنوات أو أكثر. فبالتالي المغرب يجد اليوم نفسه بلدا يعني مستقرا ونسبيا مزدهرا كما تقول يعني المؤسسات الدولية، وهو يعني يطمح المغرب أن يكون يعني نموذج كما تقول تلك المؤسسات، نموذج على المستوى الإفريقي ولكن أيضا نموذج على المستوى المنطقة. وربما لو أن المنطقة المغاربية اندمجت وعملت في إطار يعني تشارك وفي إطار تكامل لكان الوضع يعني أفضل للمغرب وأيضا لبقية يعني الشركاء وخاصة للدول القريبة يعني نقول إيديولوجيا وحتى نقول يعني خيارات يعني اقتصادية مثل تونس مثلا. نعم، الفكرة واضحة. محمد الشرقي، نادر حدث، سمعت المقال والأستاذ من العاصمة المغربية الرباط، سمع طيب على المستوى الدولي، وضع جيد إجمالا، توقعات بارتفاع نسبة النمو، المغرب يطمح ليكون نموذج في المنطقة، استقرار سياسي. برأيك يعني كخبير في الشؤون الاقتصادية، كيف تقيم هذه الحصيلة الاقتصادية ل 18 عاما من حكم محمد السادس في المغرب؟ أريد أن أرجع على كلمة قد تفضل بها الأستاذ، أن المغرب استفادت من اضطراب بعض الدول، يعني المغرب الشقيق استفاد من اضطراب الوضع في تونس على المستوى السياحي وعلى مستوى التجاري كذلك والاستثمارات. هناك يعني تقرب بين المغرب كذلك ودول الخليج العربي. هذا ما أعطى يعني المغرب ربما تجربة النمو التي شهدتها بعض البلدان مثل الإمارات. يعني هناك العديد من الشركات الخليجية قد استثمرت في المغرب.
المغرب اليوم يعني يسعى إلى أن يكون نموذج، ويسعى أن يكون الليدر يعني على المنطقة الإفريقية، وهناك حتى استثمارات داخل أفريقيا بالفعل. هناك العديد من البنوك الريادية، يعني لنقول أن أقوى بنك يعني وأكثر بنك منتشر هو بنك مغربي منتشر في العديد من الدول عفوا الشمال الإفريقية والإفريقية يعني ساب سهاريان. أنا أعتقد أن المغرب وتونس والجزائر والعديد من البلدان العربية تشكو ربما من إخلالات على مستوى الهيكلة، وهذا ما قاله صندوق النقد الدولي. نعلم أن قريبا المغرب سيفك الارتباط أو بعملته الدرهم المغربي، وسيحرر الدرهم المغربي، وهذا يعني هذا الإجراء قد اقترحه صندوق النقد الدولي كإجراء ينتمي إلى سلسلة من الإجراءات لإصلاحات هيكلية، ولكن الشيء يعني الذي تمتاز به المغرب على بلدان أخرى لديها نفس المشاكل الهيكلية هي أن الحكومات المغربية منذ سنة 2012 هي واعية أن هناك هذا المشكل، وواعية أن هناك العديد من الإصلاحات التي يجب القيام بها، الورشات الكبرى التي يجب، وسنتحدث عن هذه الإصلاحات التي ينبغي إطلاقها أو تم إطلاقها. كميل السري، سمعت لما قاله الضيفين هنا بعد 18 عاما من وصول الملك إلى حكم المملكة المغربية، كيف برأيك يمكن أن تقيم هذه الحصيلة؟ إيجابية، سلبية برأيك؟ لا يمكن أن نقول أن كل، على الأقل من الجانب الاقتصادي. نعم بطبيعة الحال. من الناحية الاقتصادية بطبيعة الحال هناك تحسن ملموس، لأن هناك الديمقراطية تلعب دور. يعني الديمقراطية هي غير مفصولة على الاقتصاد، وهناك يعني حريات عامة بالنسبة لسنوات الرصاص. هناك كذلك تحسين في العلاقات يعني بين حتى على الصعيد السياسي، وهناك مناخ يعني مناخ مناسب ربما عنده تأثير على المستثمرين الأجانب. وهناك إرادة ملكية أقولها بكل صراحة، وأنا أنا معروف يعني باستقلاليتي من الملك محمد السادس. عنده إرادة يعني تطوير الصناعة، تطوير الاقتصاد المغربي، خدمة البلاد. ولكن هناك عراقيل على صعيد التطبيق وعلى صعيد الأرض. لما نرى كل الإصلاحات يعني مثلا في القضاء هناك إرادة قوية لتحسين الوضع، ولكن الاختلالات كبيرة. يعني عديد من العمليات يعني الرشوة والمحسوبية هي معروفة حتى على صعيد بعض المسؤولين المحليين. هناك مشكل في مثلا لما تكلمنا هنا على الحسيمة، كنت أقول أن من هم يشاركون في هذه المظاهرات لا يجب اعتقالهم، يجب اعتقال المسؤولين المحليين الذين لم يحترموا قواعد اللعبة ولم يشتغلوا للصالح العام. نعم، هذا ربما مثال ربما من باقي الأمثلة خلال يعني بشكل واضح. هناك مشاكل على صعيد الهيكلة، على صعيد مثلا الصناعة هناك. سنعود للحديث عن هذه الورشة والإصلاحات التي تم إطلاقها وينبغي إطلاقها. ولكن قبل ذلك محمد الشرقي، ما زلت معنا عبر القمر الصناعي من الرباط. يعني هذه الحصيلة الاقتصادية يقول البعض إنها ما زالت متأرجحة بين الحفاظ على التوازنات الاقتصادية داخل المملكة وفي الوقت نفسه تقوية العلاقات الاقتصادية المغربية كما أشرت إلى ذلك قبل قليل، خصوصا بتوجه نحو إفريقيا. كيف تقرأ هذه المعادلة خلال حكم الملك محمد السادس؟ الملك محمد السادس منذ البداية يعني أكد على أهمية التعاون جنوب. يعني في الخطابات الأولى التي ألقاها الملك
أكد على دور المغرب الإفريقي، يعني أن الهوية المغربية هي أصلا هوية إفريقية. وبالتالي الملك يعني عمد منذ البداية. نتذكر القمة التي عقدت في القاهرة، ألغى الملك الديون التي كانت مستحقة على القارة الإفريقية، أو على الأقل على الدول الإفريقية الفقيرة. كذلك يعني تم تخفيض يعني قيمة الجمارك على السلع الإفريقية الواردة إلى المغرب. فبالتالي بدأت يعني الخطوات الأولى نحو إفريقيا مباشرة بعد يعني اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة. ثم تلا ذلك يعني تدخل يعني نقول القطاع الخاص، يعني واكب هذه العملية، لأنه الأكبر الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات المغربية هي مؤسسات خاصة. طبعا بدأت البنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات وشركات العقار وشركات البناء وشركات الإسمنت والزراعة والصيد البحري والقطاعات الأخرى والسياحة والطاقات المتجددة والأهداف يعني. ولكن الهدف الكبير الذي يسعى إليه المغرب ليس هو فقط يعني تطوير تجارة بينية بين المغرب وبقية الدول الإفريقية، ولكن خلق إفريقيا جديدة، يعني نهضة إفريقيا. المغرب يقول إن نهضته تبقى يعني ناقصة إن لم تكن نهضة إفريقية، والنهضة الإفريقية أيضا تبقى ناقصة إن لم تكن هناك نهضة جنوب. يعني هذه هي يعني الرسالة الكبيرة التي يعني الملك محمد السادس يعني على مدى 18 سنة يعني حاول أن يقولها بكل اللغات وعلى مستوى محافل دولية في القارة الإفريقية، أخيرا في المؤتمر في القمة الإفريقية بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وأيضا في الأمم المتحدة وفي منظمات دولية. يعني المغرب يعني يدعو ويقول إن تطور العالم يجب أن يكون من إفريقيا، وإن إفريقيا ليست يعني مشكلة بقدر ما هي حلول، وبالتالي إفريقيا ستكون فيها 2 مليار يعني نسمة، وبالتالي إفريقيا ستكون عندها قدرة إنفاقية وستكون عندها طاقة وستكون عندها طبقة وسطى عريضة. ولذلك المغرب يريد أن ينقل هذه التجربة يعني ما حققه يعني إلى جيرانه الإفريقية، علما أن كما قال يعني الزملاء في الاستوديو هناك عراقيل، هناك مشاكل، هناك تحديات. طبعا هذه التحديات المغرب يسعى إلى التغلب عليها، والملك له إرادة أن يعني أن هذه يعني المشاكل يعني يجب أن تنتهي يعني مع الزمن ومع يعني تطور الأحداث. نعم. محمد الشرقي، يعني نادر حدث سمعت لما قاله محمد الشرقي من الرباط، هناك ورشات أطلقت، هناك إصلاحات يجب اعتمادها. برأيك ما هي أهم القطاعات التي يجب على المغرب اليوم البدء فيها يعني بشكل مباشر بشكل مستعجل دون انتظار؟ قطاع الخدمات والحرب على الفساد والرشوة، وهذا يعني في جميع البلدان العربية. هذا الخيط الذي يتشارك في جميع البلدان العربية بدون استثناء. هو قطاع الخدمات والإدارة، هذا الإرث بعد الاستعمار الفرنسي الذي لم يتم التطوير والتحسين فيه والعمل على يعني الديجيتاليزاسيون، يعني رقمنة الإدارة والرقابة التي يجب أن تفرضها الدولة على الإداريين من خلال العديد من الوسائل التي أصبحت معتمدة في البلدان المتقدمة. أعتقد أن هذا أهم شيء. هذا محاربة الفساد والرشوة هو من أكبر الإصلاحات التي يجب اعتمادها. كميل الأسري، برأيك ما هي القطاعات التي يجب على المغرب الآن الدخول في إصلاحها مباشرة؟ فقط يعني بطبيعة الحال هذا صحيح. لنأخذ مثال الصين يعني حاربت الرشوة باعتقالات مشددة، والآن أصبح لماذا؟ لأن الشعب سيثور يوما ما على هذه. وكذلك العمل، يجب أن نعمل أن عديد من المهاجرين المغاربة يودون الاستثمار في بلدانهم الأصلية، ولكن هناك مشاكل الفساد إلى آخره. بالنسبة للقطاعات بطبيعة الحال هناك قطاعات تقليدية انهارت كالنسيج وكالأحذية إلى آخره، ولكن هناك صعود إلى قطاع السيارات. يجب أن نعلم الآن أن قطاع السيارات يصدر أكثر من الفوسفات يعني، وكذلك تكلمت عليها عديد من المرات. يجب مراقبة كل يعني كل اتفاقيات التبادل الحر التي لم تخدم المغرب، مثلا مع الصين، مثلا مع تركيا، فكان هناك غزو، لأن هذه البلدان عندها صناعة قوية وتستثمر
يستخدم آليات يعني وربما مش تحت إلى آخره. باقي الدول حتى الأوروبية هنا وكذلك يجب أن نرجع إلى التكوين التقني. وأنا أعلم أن هناك إرادة ملكية كذلك لإقحام الفرنسية كلغة موازية للعربية. الخطأ الكبير والذي ورثناه عن حزب الاستقلال وهو التعريب، وكان كارثي كمطالب ايضا حتى باللغه الانجليزيه على كل حال. ومن بعد بعد الاستقلال ليس هو الوحيد الذي عنده حكر. يجب الرجوع الى لغتين. أنا تعلمت في مدرسة المصلى في المغرب العربية والفرنسية منذ الابتدائي. هناك مطالب حتى باللغة الإنجليزية أو الصينية، ويمكن أن أقرأ كل الكتب. هذا مشكل كبير رأينا. ولكن أشير كذلك حتى التكوين في الجامعات. يعني يجب الكف على تكوين عاطلين مستقبليين في عديد. الكل يعلم أنهم يعني هذه يعني تكوينات بدون أي مخرج وبدون أي أفاق. وأكمل أن هناك محسوبية كذلك في اختيار مثلا التسجيل في الماستر مثلا في المغرب هو ليس بنزيه. هناك فساد كذلك حتى في الجامعة. واضح. محمد أشرقي، سمعت لما قاله الضيفين الكريمين هنا في الاستوديو. برأيك ما هي أهم القطاعات التي يجب على المملكة المغربية الآن البدء في إصلاحها بإيجاز من فضلك؟ أولا أعتقد أن هناك وعي في المغرب الرسمي طبعا أن هناك يعني مشكل في الإدارة، وجلالة الملك كان يتحدث عنها في افتتاح البرلمان، يعني تحسين الإدارة وتحسين نوعيتها وتحسين يعني الاستقبال بالنسبة للمواطنين. النقطة الثانية التي يعمل المغرب عليها ويشعر بأنها نقطة ضعيفة وهو جودة التعليم. طبعا هناك وعي بأن المنظومة التعليمية في المغرب منظومة فشلت، بالتالي المغرب ينفق أكثر من 6 مليار يورو على التعليم سنويا، والمغرب له نسبة عالية من الشباب العاطل الحامل للشهادات. يعني هناك 21% من الشباب الحاصل على شهادة عليا هناك يعني هم عاطلون، وهذه يعني وسمة عار بالنسبة للاقتصاد المغربي الذي رغم تقدمه لم يحقق ما يكفي من فرص العمل. أعتقد أنه على المستوى يعني المتوسط الرهانات ستكون 3 برأيي. الرهان الأول هو جعل المغرب بلد يعني من بين ال50 الأولى بالعالم على مستوى مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات ومضاعفتها 3 مرات كما تضاعف الدخل الفردي المغربي. الشيء الثاني هو إصلاح التعليم وإصلاح الخدمات المرتبطة بالصحة والرعاية الاجتماعية فوق تطبيقها على المستوى الجهوي في إطار الجهوية المتقدمة. والثالث وهو تغيير النموذج أو تطوير النموذج المغربي والخروج يعني تدريجيا من ما يسمى الإنفاق على الاستهلاك ودعم يعني ما يسمى المواد الاستهلاكية نحو التصنيع وبالتالي نحو الابتكار، وهذا يؤدي إلى ما يسمى البحث العلمي، يعني الارتقاء الاقتصادي. بمعنى آخر أن الاقتصاد المغربي يتحول إلى اقتصاد عصري يقوم على فائض القيمة العلمية. وهذا ما نتمنى. سيد محمد أشرقي، آخر موضوع في حلقة اليوم هو ربما الاتفاق والتعهد الذي توصل إليه أبرز فرقاء النزاع الليبي رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر للعمل بينهم من أجل إخراج ليبيا من الفوضى. نتحدث عن هذا الموضوع والتداعيات الاقتصادية له وخاصة منها الاستقرار السياسي والإنتاج النفطي في ليبيا. ولكن قبل ذلك نستمع إلى ما قاله كل من المشير خليفة حفتر وأيضا رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج. تحدثنا على إعادة تفعيل كثير من الاتفاقات والاتفاقيات ومذكرات تفاهم، إمكانية عودة الشركات الفرنسية في تعاقدات مع الشركات الفرنسية تفوق 3 مليار. فهناك فرصة جيدة للعمل معا. طبعا كيفية إيجاد مناخ مناسب لهذا من استقرار سياسي استقرار أمني، هذا يحتاج إلى مزيد من العمل. وعد الرئيس ماكرون بالعمل مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، وفرنسا دائما كانت في الموعد بالنسبة لليبيا وبالنسبة لحكومة الوفاق. إصلاحات في الأمن، وإصلاحات في الجيش، وإصلاحات في المؤسسات. أولا يجب توحيد المؤسسات كلها. مؤسسة النفط مثلا، ومؤسسة المصرف المركزي، ومؤسسة الاستثمار،
يعني هذه هي المؤسسات الأساسية اللي يجب أنها تكون فيها نوع من التوحيد لكي تحدد أوجه الصرف على الأقل. لأن بصراحة نحن عندما حررنا البترول وهذا في قوت الشعب الليبي فقط، ما عندش أي مصدر آخر يعني بصراحة يعني. كنا نتوقع أن المردود هذا كله ينفق على الشعب الليبي غرب وشرق وجنوب، ولكن للأسف استخدم في أغراض أخرى غريبة الشكل يعني. وهذه الأغراض هو شراء ذمم مجرمين من مالي، من نيجر، من غانا، من غينيا، وتوجيههم نحو منشآت النفط بهدف تخريبها. ولكن الجيش لهم بالمرصاد، فعملوا معنا 6 جولات تقريبا وفشلوا في هذه الجولات كلها، وانقلبوا على يعني خلاص ما فيش إطلاقا أي إمكانية أن يكرروا هذا مستقبلا. إذا تابعنا مقتطف من الحوارين الذين أجراهما زميلين توفيق مجيد وحكيم بالطيفة. نادر حدد، سمعت لما قاله كل من فايز السراج وخليفة حفتر، أحدهما يسيطر على طرابلس والآخر على شرق ليبيا الغني بالنفط. يعني كان هناك نوع من الاتفاق هنا بمبادرة فرنسية من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. هل هذا يبشر بعودة الإنتاج النفطي في ليبيا إلى سابق عهده، أم ربما يعني كلام جميل سياسي فقط؟ كلام جميل هو سياسي. لنتذكر منذ سنة كان نفس هذا الاجتماع بأبو ظبي ولم تؤتي هذه الاجتماعات النتائج المرجوة. هذه الفرقة السياسية بين الأطراف الأكثر تأثير في ليبيا، بين شخص عسكري وشخص مدني، هذا ربما يحدث نوعا ما من عدم ثقة في السوق النفطية الليبية، وخاصة سيطرة عصابات مسلحة على العديد من المنشآت النفطية بليبيا قد أضر بالاقتصاد الليبي، وقد يضر في المستقبل بإعادة أعمار ليبيا التي شهدت صراع كبير. أنا أعتقد أن هذا الاتفاق هو اتفاق على المستوى الشكلي، هو اتفاق محمود، ولكن العديد من المؤسسات الإعلامية التي تراقب الوضع في ليبيا، لأنها تراقب الوضع في الأسواق النفطية مثل بلومبرغ، قالوا أن هذا الاتفاق هو اتفاق هش، وهو سيحاول البقاء قيد الحياة أكثر وقت ممكن، ولكن هذا في أرض الواقع لن يتغير أي شيء، لأن هناك العديد من الفرقاء السياسيين الذين يسعون إلى السيطرة في ليبيا. كميل السري، هذا النوع من الاتفاق بين فايز السراج وخليفة حفتر هل له تداعيات ملموسة على أرض الواقع بالنسبة للاقتصاد الليبي؟ بطبيعة الحال هناك ربما بدء بالتحسيس بأن ليبيا تشكل حلقة جد قوية، وحلقة ربما تكون إما خطيرة أو إما إيجابية. هي الآن أكبر متجر لبيع الأسلحة يوجد في ليبيا، أكبر فبركة للإرهابيين في ليبيا، وكذلك في تطويرهم وتكوينهم، وكذلك هي معقل لبدء الهجرة تجاه أوروبا. لذلك القوى الكبرى ومنها فرنسا تود أن يكون هناك استقرار. هذا الاستقرار ليس مرغوب فقط من طرف الدول الأخرى الأوروبية، ولكن هو كذلك ربما هناك مشكل بشري. الليبيون يعانون الأمرين، هناك هجرة كبيرة لليبيين ذهبوا إلى تونس وإلى الخارج. الناتج الإجمالي المحلي انهار بتقريبا 50%، وكذلك المديونية ليبيا ترتفع، ميزان التجاري هو في تدهور كبير، إنتاج النفط وتصديره هو في اضطرابات ظرفية أو ربما هيكلية الآن، أي أن هناك مشكل كذلك استيراد المواد، حتى المواد الصيدلية هي محظورة في ليبيا، لأن ليس هناك عملة صعبة بشكل كبير. أذكر أن في السابق كان هناك 1,000,000 ليبي يشتغلون في الوظيفة العمومية، وهم ربما يشتغلون ل6 مليون من العائلات إذا كان هناك إجماع للإحصائيات، أي أن
الوظيفة العمومية والدولة وتوزيع الثروة على الليبيين هي جد قوية، ولكن تستعمد على إنتاج النفط. إذا كان هناك انهيار النفط فهناك مشاكل، وإذا لم يكن حل سياسي فهو هذا خطير بالنسبة بكل الأطراف. يعني الأطراف التي تنوي يعني احتكار الحكم، هذا مضر كذلك حتى لمصالحها، لأن الاضطراب